السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم على قناة أخوكم هاني الشريف تي في اتش. ونبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهاردة إن شاء الله موضوعنا هيتكلم عن قصة جوركوتاي، وكان عايش فين جوركوتاي قبل ما يوصل لقبيلة القاي ويبقى محارب قوي وشديد مع السيد عثمان ويتزوج ويبقى عنده طفل ويسميه الغازي، وقصة أخوه اللي ظهر في آخر الأحداث اللي الدنيا مقلوبة جدا على الموضوع دوت. أيبالي طلع خاين للقاي، وحليمة بتحاول تقتل أبوها وأمها وإخواتها، وبيجي لها شعور بإن هي تعرفهم وقريبة منهم. وكمان أيبالي يبقى أبوه سنغورتكين وعنده طفلة حفيدة سنغورتكين وهو من نسل قبيلة القاي. واللي فاجئنا في الموضوع اللي شوقنا جدا ان ايباري طلع دراع يمين جدا لرئيس المغول. فهنا القصة هتبدأ، هنشوف مع بعضينا هل ايباري هيخون قبيلة القاي وهيخون عثمان مع انه هو بقى محارب قوي جدا وسايب بنته امانة في قبيلة القاي، ولا هنشوف جوركوتاي اللي اتفاجئ بان اخوه هو زعيم المغول وجه فجأة وعايز يقضي على عثمان، وبيقول ان جوركوتاي هو خاين بردك واحتمال ان هو يحاول يقتله هو وزوجته. ده اللي احنا هنشوفه مع بعضينا. يمكن الموضوع يطول شوية ويمكن الموضوع يبقى قصير. ما تنسوش حضراتكم تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. القصة عجبتني جدا، المسلسل كله عجبني جدا لدرجة ان ملايين من الناس بتتابع الموضوع، والحلقة دي بالذات ال 175 وال 105 ال 176 بقت تشد ناس كتيرة جدا بعد الاحداث والاسرار الجديدة اللي ظهرت والالغاز اللي احنا عايزين نحلها مع بعضينا. بدأت قصة جوركوتاي. كان جوركوتاي مغولي وكان شديد القوة وصعب جدا، وكان يتغذى على لحوم الأحصنة ويتغذوا على أكلين، كانوا بيقولوا إن هم أكلين لحوم البشر. المغول ما كانش بيقف على أي حاجة، ياكلوا كل حاجة، أحصنة، تعابين، أي حاجة ياكلوها، لأن كانت عيشتهم كلها في الغابات وعيشتهم كلها في الصحراء. بس أهم حاجة عندهم يا إما البشر كله يخضع ويبقى تحت إمارتهم وهم يحركوه زي ما هم عايزين، يا إما اللي يمشي عكسهم يقتلوه ويحرقوه ويبهدلوا القبيلة بتاعته ويتموا الأطفال وياخدوا الأطفال يطلعوا منهم محاربين اقوياء، وياخدوا نساء يعني يستعملوهم كعبيد ويتجوزوهم من غير جواز ويخلفوا منهم اطفال عشان يكبروا الجيش بتاعهم. بدأ الموضوع هنا ان جوركوتاي وكان معاه اخوه اللي هو جوركوت، شخصية جميلة جدا، ولو ان شاء الله هنتكلم عنها في فيديو تاني هتعجبكم جدا. فجأة عثمان كان اللي ماسك السيادة كان عمه دندار، وعمه دندار كان من النوع الجبان اللي هو ما يقدرش يشيل المسؤولية زي عثمان دلوقتي ولا زي أرطغرل زمان. عمه دندار، وكان ليه عمه سنجورتكين، وكان ليه عمه جندوجدو، وكان أبوه أرطغرل. دول كانوا ولاد سليمان شاه. في عهد عثمان المفروض ان ما عادش حد موجود منهم الا سنغورتكين في اخر ايامه، وكان بعد ما رحل أرطغرل اتبقى لعثمان أخوه سافجي وأخوه جندوز اللي هو الأكبر. وطبعا دي في المرحلة الأولانية وهنبقى نتكلم عنها في وقت تاني إن شاء الله عشان ما نطولش عليكم. القصة بدأت إزاي، وهنشوف هل جوركوتاي هيطلع خاين وهيخون عثمان في آخر الزمن، ولا هيقف مع عثمان وهيضحي بحياته عشان خاطر زوجته وبنته وقبيلة القاي، مع إن هو أخوه دلوقتي احتمال بنسبة 95% زعيم المغول. لأن في عهد جوركوتاي كان الراس الكبيرة كان تحت منها القائد اللي هو اسمه اورجاي ده كان صعب جدا، اورجاي ده كان هو اللي مربي جوركوتاي ومربي جوركوت، وكان مكبرهم لدرجه ان خلاهم قائدين عسكريين اللي في المغول اقوياء جدا. الاف من المغول كانوا بيبقى تحت اماراتهم. ودارت الايام وراحوا على قبيله القاي زي ما كانوا بيلفوا العالم كله، وكانوا بيهجموا على القبائل في كل مكان، وكانوا ياخدوا منها النساء والاطفال ويقتلوا المحاربين بتاعتهم، واللي كان يرجع ليهم يقول لهم انا هبقى معاكم وكان يخش معاهم في جيوش المغول. دخلوا على قبيله القاي، وكان هنا عثمان كان شديد القوه وكان شديد الذكاء، وكان باين عليه ان هو اللي هيبقى السيد بعد ارطغرل، لان العلامات كلها كانت بتشير ناحيه عثمان. وكانوا اصحاب اللحيه البيضاء دي، اصحاب اللحيه البيضاء دي قوه كبيره جدا كانت بتبقى في ظهر سليمان شاه ايام عهده، وكانت في ظهر ارطغرل في عهده، واصبحت في ظهر عثمان في عهده. قوه كبيره جدا لا بيقدر عليها المغول ولا بيقدر عليها جيوش السلطان ولا اي حد خالص. هنا اللي حصل ان دخل اورجاي على قبيله القاي، وكان معاه جوركوتاي وجوركوت، هم كانوا اقوى قائدين في المغول.
كانوا بيدمروا ويكسروا ويهدموا، ودخلوا على القبيله بتاعه عثمان. وكان دندار ضعيف جدا وكان جبان جدا لدرجه ان هو ممكن يبيع اهله ويبيع اللي وراه واللي قدامه عشان خاطر يخرج من المشكله ديت اللي هي بتاعه المغول. لكن عثمان ما كانش كده خالص. عثمان في الوقت دوت كان بيحارب في صوفيا. صوفيا في الوقت دوت كانت لسه شابه، وكان ابوها هو الزعيم بتاعهم اللي كان بيحارب وعايز يقضي على قبيله القاي كلها. يعني القاي كانت من ناحيتين، قبيله القاي كانت في حاله صعبه جدا، المغول من ناحيه والبيزنطيين من ناحيه. ولكن في كل عهد كان بيطلع بطل قوي جدا زي عثمان او ارطغرل او سليمان شاه. احنا دلوقتي بقينا في عهد عثمان. عشان ما نطولش عليكم وما تنسوش حضراتكم تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. هنبدا الموضوع، ولو عجبكم الموضوع اعملوا لنا لايك واشتراك وتفعيل الجرس واكتبوا لنا في التعليقات. يعني اخوكم هاني الشريف يمكن يكون ان هو يعني عايز يوصل لكم القصه بطريقه حلوه جدا ان انتوا تشتاقوا ليها ان انتوا تسمعوها. ايه قصه جوركوتاي بقى عشان ما نطولش في الموضوع؟ ومين هو جوركوت؟ جوركوتاي اللي رباه واحد اسمه أولجاي، وأولجاي ده كان قائد كبير جدا في المغول، وكبره هو وجوركوت وخلاهم شباب كبار جدا وعلمهم كل تدريب الحروب، وبقوا أقوياء جدا ورا منهم آلاف من الجنود اللي هم المغوليين. وهنا دخلوا على قبيلة القاي وتلفوا حوالين قبيله القاي وسيطروا على قبيله القاي، وداخل أولجاي بعضمايه مش عارفينها رجل حصان ولا رجل بني ادم ماشي بياكل فيها، ودخل قاعد على كرسي السياده اللي هو كرسي مين؟ سليمان شاه. طيب وايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا ان عثمان لما بيجي يقابل قائد كبير زي كده بيتقابل معاه بحكمه، ما بيسرحش زي دندار وزي غيره ويقعد يضرب ويعمل ويقضي على نفسه، لا بيبقى عنده ذكاء قوي جدا زي ما كان عند ارطغرل، ويتحمل الاوجاع ويتحمل المشاكل. المهم هنا أولجاي قال له يا عثمان انت يعني حماسك وقوتك وصوتك وصل لنا في الغرب والشرق للمغول، فاحنا جينا عشانك وعشان ناخد القبيله بتاعتك، ويا اما تسلمنا القبيله بتاعتك وتسلمنا الضرايب يا اما مش هنخلي حجر على حجر. هنا عثمان خطهم بالسياسه وقعد يكلمهم. كان جوركوتاي على اليمين من أولجاي وكان جوركوت على الشمال من أولجاي، وكان الجيش المغولي متلف حوالين القبيله بره. هنا عثمان وقف معاه عايز ايه ومش عايز ايه وبتاع، قال له انا عايزك يا عثمان تكون تحت امرتي، عايزك يا عثمان تكون تحت امارتي، وكل الجيش اللي هو بتاع قبيله القاي يبقى تحت اماره المغول. طبعا عثمان قال له مفيش الكلام ده وبتاع. المهم قال له امشي يا أولجاي وانا هاجي اقابلك في المكان الفلاني اللي انت قاعد فيه، وهجيب لك حاجه مهمه جدا، الحاجه ديت تخص رئيس المغول. طبعا لما كان أولجاي يسمع كلمه ان في حاجه تخص جنكيز خان كان يركع على الارض وكان يسلم كلهم، المغول كله يركع على الارض. أولجاي ركع على الارض، جوركوتاي يركع على الارض، وجوركوت يركع على الارض، والجيش المغولي كله يركع على الارض. كان هنا عثمان يمتلك خنجر، والخنجر ده يرجع لجنكيز خان من زمن الزمن. المهم أولجاي قال له طب انا هاخد الجيش بتاعي وهخرج من القبيله يا عثمان، وقدامك 24 ساعه تجيب لي الدليل اللي عندك وتوريني ايه اللي معاك اللي يخص جنكيز خان، وما تنطقش اسم جنكيز خان الا لما تركع على الارض. رد عليه عثمان وقال له احنا ما بنركعش الا لله الواحد الاحد، ومش ماشيين غير على سنه حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنسوش تصلوا على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أولجاي خد الجيش بتاعه وخرج. راح فين؟ راح للغابه. تاني يوم راح عثمان وهو رايح على أولجاي في الغابه في المكان المقر ليه. هم كانوا ممكن يقتلوا عثمان ويقطعوه، لكن هم عايزين يعرفوا ايه اللي ماسك عثمان مخليهم كلهم كده في قبضه ايده. فهو داخل عليهم عثمان، هم في اللحظه ديت راحوا الجيش كله اتلم حوالين عثمان بالسيوف وبالرمح والحاجات ديت لغايه ما وصل لأولجاي. هنا جوركوتاي وجوركوت كانوا واقفين جنب جوركاي جنب الجون وبيبصوا كده على عثمان ويقول لك ايه الشخصيه دي، ايه القوه اللي في الشخصيه ديت، الشخصيه دي يعني هي مش خايفه ولا فيها ايه، وداخل كده بكل. المهم دخل واتكلم معاهم. المهم خلاص خد الامان من أولجاي دوت، خد منه الامان. وبعد كده وقف جوركوتاي جنب عثمان من هنا وجوركوت جنب عثمان من هنا، طبعا اقوياء جدا. وكان جوركوتاي شديد العنف وما كانش في قلبه اي رحمه، كان يقتل الاطفال ويقتل النساء وكان يحرق ويهدم. جوركوتاي كان حياته ضايعه خالص غير حياته دلوقتي. واللي حصل ايه؟ اللي حصل ان عثمان قال له خلاص يا الجون انا الامانه كذا كذا كذا، والامانه ديت هي الخنجر اهوت. وشاف الخنجر وقال له معايا رسائل وحاجات تانية كتيره جدا تخص جنكيز خان، ولو احنا تعاوننا مع بعضينا وعملنا الصلح ان شاء الله هنبقى مع بعضينا. هنا أولجاي ارتاح لعثمان في الكلام. فعثمان قال له بقول لك ايه يا أولجاي، انا عايز اقوم هتوضى وهصلي ركعتين لله. هم ما يعرفوش مين هو الله، ولا أولجاي يعرف ولا جوركوتاي يعرف ولا جوركوت يعرف، لانهم تربوا في المغول على العنف والقتل واكل الحيوانات اللي هي محرم ربنا محرم اكلها، وهم دي عيشتهم، ما يعرفوش حاجه تانية، ما يعرفوش حاجه اسمها ديانه ولا صلاه ولا اي حاجه خالص. المهم هنا قام عثمان
ومشي طلب منهم ميه، جابوا له ميه عشان يتوضا. وقف جركوتاي ووقف جركوت يبصوا له كده ويستغربوا كده، وشعور بداخلهم بيحسسهم ان في حاجه جواهم بتخليهم يتحركوا. فبيشوفوا عثمان كده قلع الاسلحه بتاعته وحطها على جنب وقلع الجزمه وتوضا عثمان وفرش المصليه وابتدى عثمان ان هو يصلي. فبيبص له جركوتاي وجركوت بيبص لعثمان كده باستغراب، وراح باصين لاورجاي وقالوا له ايه؟ قالوا له احنا ممكن دلوقتي نروح نذبحه وهو مكانه على السجاده او المصليه اللي هو المكان اللي هو فرشه دوت، هو مش خايف مننا ولا ايه؟ رد جركوت وبص لهم وقال لهم ليه؟ لان جركوت اساسا طلع جركوت اخوه محارب مع عثمان ومحارب قوي جدا، ماشي. وهنا في اللحظه ديت جركوت ابتدى احساس يخش جواه بان موضوع الصلاه اللي بيصليه عثمان ده هو حس بيه زمن من زمن، لان هو اساسا ابوه وامه كانوا بيصلوا. المهم جركوتاي بيقول له احنا ممكن نقتله وهو قاعد. قال له بص، المحارب اللي زي عثمان وكلهم عامه ما بيخافوش من حاجة اسمها موت نهائيا، هم بيعبدوا الله وبيسلموا أمرهم لله. المهم هنا خلص عثمان صلاة وقام، وهم بيبصوا له ومش عارفين هو بيعمل ايه، وابتدى يحنوا لعثمان كده، وابتدوا ان هم يحبوا عثمان من داخلهم بس مش مبينين. هنا بقى جركوت بعد اخوه ما اكتشف ان هو اخو من دمه وفي علامه تثبت بكده، وجركوت ما كانش مصدق وفعلا ثبت وعرف وافتكر وراح عشان خاطر يحارب القائد بتاعه. والقائد بتاعه طبعا هنا عمل حاجه، راح مسك جركوت وعذبه عذاب شديد جدا، وعملوا له نوع من السحر، وابتدى ان هو يخلوه ينسى نفسه، لان جركوت اتكشف ان هو عارف نفسه ان هو من تابع لقبيله القاي، واخوه نفس الكلام، عملوا له سحر وبتاع. وطبعا هنا صوفيا الشخص اللي معاها دوت اللي هي واقفه معاه دوت غالبا هو اخو جركوتاي، الشخص اللي هو رجع بعد 25 سنه هو وصوفيا رجعوا في الجزء اللي هو الاخير اللي احنا فيه ده، وعايزين نعرف قصته ايه. المهم هنا اورجاي بعد ما عمل السحر لجركوتور عمل له السحر وقال له انت وظيفتك دلوقتي تروح تقتل عثمان. هنا جركوت مسحور وراح القبيله وهو تعبان ومتعذب، وكان جركوتاي هنا هو السبب في اللي اكتشف سر مين جركوت. وفعلا هنا جركوت وقف ورا اخوه، وقف ورا عثمان، واتعمل فخ لعثمان، وراح عثمان عشان يقابل مغول، ورفع جركوت السلاح على عثمان عشان يقتله، لكن تصداه اخوه حمى عثمان من اخوه اللي هو جركوت. لكن جركوت هنا السم مأثر عليه والسحر مأثر عليه، ضرب الخنجر بتاعه او السيف في اخوه، وكان الموضوع محزن جدا. ضرب اخوه بالسيف جامد قوي لدرجه ان السيف دخل من هنا وخرج من الناحيه الثانيه. وطبعا عثمان بيبص لجركوت وهو متاثر، ازاي تعمل كده؟ هنا السم والسحر مأثر عليه بعد ما هو اسلم ورجع لوضعه الطبيعي. عثمان ابتدى يحارب جركوت، وعثمان اقوى من جركوت بقوه شديده جدا، قعد يحاربه ويصده، انت ازاي تقتل اخوك؟ انت ازاي تعمل حاجه زي كده؟ جركوتاي هنا مبسوط جدا من اللي حصل، وقال يلا يا عثمان انت اقتل جركوت وجركوت يقتلك وكلام من ده. في اللحظه ديت قدر عثمان يمسك في جركوت ويكتفه. وهنا بامسي كان بيحارب جركوتاي من ناحيه ثانيه بعد ما هرب جركوتاي، وقدر بامسي ان هو ياخد جركوتاي في صفه، وقدر ان هو يخليه يأسلم بعد كده. المهم هنا عثمان بيكلم جركوت بيقول له انت ازاي تعمل في اخوك كده، وازاي تقتل اخوك كده؟ السم مأثر عليه والسحر مأثر عليه. قال له هقتلك يا عثمان ومش هخلي من نسلك اي حد خالص. ربطوه ربط جامد جدا، وراح عثمان عشان خاطر يشوف بقيه التانيين. كان هنا اخو جركوت خلاص بيموت، وجركوتاي كان مبسوط جدا من اللي عمله جركوت، خلاه قتل اخوه بايده. وهنا ارجون اللي هو القائد بتاعهم كان عامل طبعا الكمين لعثمان، لكن عثمان قدر يمسكه وقدر ان هو يكتفه. ايه اللي حصل هنا؟ القائد اللي هو اللي احنا شاكين فيه دلوقتي ان هو يكون اخو جركوتاي ده كان موجود في عهد مين؟ كان موجود في عهد صوفيا، واختفى في عهد صوفيا. هو وصوفيا اختفوا مع بعض بعد المفروض مع عثمان قتل صوفيا. تمام. هنا سابوا جركوت مع اخوه والمحارب الثاني، وراح عثمان عشان خاطر يخلص على بايجاي. وهنا اللي حصل ان جركوت طلب ميه، واخوه صعب عليه جركوت، فقال للمحامي قال اللي هو زميله المحارب قال له اديله ميه خليه يشرب. ولكن جركوت هنا كان محارب مغولي ذكي جدا، وكان قوي جدا، وكان جسمه قوي جدا، قدر ياخد السلاح من المحارب بتاع القاي، وقدر ان هو يضربه لكن ما موتوش، وقدر يفك نفسه من الاحبال اللي هو كان فيها. وهنا راح عشان خاطر يقتل اخوه يخلص عليه. اخوه كده كده كان خلاص بيودع لوحده، لكن دخل احساس جوه منه، السم هنا هيبتدى يروح، حاجه بتمنعه بان هو يذبح اخوه، كان عايز يذبح اخوه، حاجه بتمنعه ان هو يذبح اخوه. وطبعا جركوتاي وهرب هو القائد بتاعه وراح لصوفيا على القلعه. هنا
وهو بيحاول يقتل اخوه ابتدى السم ان هو يروح، وحصل كده معجزه الهيه وافتكر ان ده اخوه، وقعد يعيط ومين اللي عمل فيك كده وازاي انا عملت فيك كده، وقعد يعيط ويبكي. المحارب بتاع عثمان في اللحظه ديت كان هيقتل جركوت، لكن لا اخوه بيقول له ايه، بيقول له ساعدني ساعدني فالمهم لقى جركوت رجع لطبعه تاني وبيعيط على اخوه جامد جدا، والسم راح منه بقى مين اللي عمل فيك كده وانا اللي عملت فيك كده انا مش عارف ايه، وقعد يعيط فيه ده انت اخويا الوحيد، ده انا ماليش حد في الدنيا غيرك، ازاي ان انا اعمل فيك كده، ازاي اعمل فيك كده. وقعدوا يعيطوا هما الاثنين ويقول له انا عايز منك خدمه. فقبل وفاته قال له ان انت تكون حامل عثمان وتكون في دراع عثمان. وتوفى اخوه ومات وراحوا دفنوه، وقعد جركوت يبكي على قبره جامد جدا ويفتكر ذكرياتهم وهم صغيرين، وابتدى ان هو يفتكر ايه اللي حصل، وابتدى يفتكر هو ازاي ضرب اخوه وازاي كان هيضرب عثمان، واخوه اللي انقذ عثمان على اخر لحظه، وازاي ان اخوه ضحى بحياته من اجل عثمان. وهنا قبل موضوع اخوه ما يموت طلب منه ان هو يكون محارب في صف عثمان، وده اللي هيريحني، واستشهد اخوه في اللحظه ديت وتوفى. هنا طبعا جركوت كان بيفتكر لما رفع السلاح على عثمان وانقذه اخوه، والطعنه جت في اخوه لدرجه ان هو وقع. في الوقت دوت عثمان كان راح لصوفيا في القلعه بتاعتها، ورجع تاني على اللي هو القائد عشان خاطر يقتلوه هو وجركوت. هنا بقى القصه كلها احنا عايزين نتكلم على جركوتاي وعلى اخوه. هو ده كان اخوه، كانوا هما الاثنين اخوات، جركوت وجركوتاي كانوا هما الاثنين اخوات، مفيش اخ تالت. فالاخ التالت اللي ظهر دلوقتي ده ظهر منين؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه مع بعضينا، وده اللي احنا هنقوله مع بعضينا ان شاء الله في الايام الجايه. هنا بعد جركوت وعثمان ما خلصوا على بقيه المغول، هرب جركوتاي بره الغابه ولقاه بمسي، وجركوتاي راح اتعامل مع صوفيا شويه، وفي الاخر بمسي قدر يدخله الاسلام، وبقوا يتجمعوا الاخوين مع بعض مسلمين، واتجمع جركوتاي مع عثمان وجركوت، وابتدوا يحاربوا مع عثمان سنين طويله، يحاربوا البيزنطيين ويفتحوا قلعات ويحاربوا المغول، لغايه ما جه قائد المغول اللي هو كان قائدهم القائد الزعيم الكبير، وكان صعب جدا، وعايز يقتل جركوت وعايز يقتل جركوتاي عشان خاطر هم خانوا المغول، وقدر يمسك جركوت القائد دوت، وقدر يمسك ده اللي هو زعيم المغول، وقدر يمسك جركوت. وكانت اخر لحظات لجركوت، هنا استشهد جركوت على ايد الزعيم بتاعه، بس بعد ما نطق الشهاده كامله قدام عثمان، وعثمان في الوقت دوت كانوا ماسكينه هو المحاربين ومودينه عند السلطان. هنا جركوتاي زعل جديد وقعد يبكي فتره طويله، ولكن في شعله من الحب وقعت ما بين جركوتاي وبين بنت دندار اللي كانت متزوجه قبل كده. وهنا جركوتاي اسلم وتزوج من بنت دندار، ودم الزواج بتاعهم، وعاد جركوتاي مع عثمان وخلف الغازي. وعثمان في نهايه الوقت كان المفروض انه راح ياخد القلعه بتاع صوفيا، والمفروض ان هو قتل صوفيا، والمفروض ان هو قتل كمان القائد اللي المفروض دلوقتي القائد دوت يكون مين؟ يكون اخو جركوتاي. هنا طبعا الوقت اللي قدام حضراتكم، الصور قدام حضراتكم، لما كانوا بيبصوا لعثمان وهو بيصلي بيبصوا له وبيقولوا ازاي هو بيصلي كده ومش خايف مننا، هو احنا مش نقدر ان احنا نقتله وهو بيصلي؟ بعد بقى مرور 25 سنة، بعد مرور 25 سنة من المغول، يجي المغول يخش على عثمان، واول ما يشوف المغولي جركوتاي وشه يحمر ويخضر، قال لانه دوت جلاد المغول، ودوت يبقى صديق اخوه الروح بالروح، وكان الشخص دوت يعرف جركوتاي كويس جدا. فطبعا جركوتاي بص وقال المغول، وبص للمغولي اللي جاي قال لك دوت جلاد المغول واصعب جلاد في المغول، وايه اللي جابه هنا دوت ده يعرفه شخصيا هو واخوه. طبعا هنا القائد دوت قال لجركوت انا جاي لعثمان، لكن جركوتاي انا جاي لعثمان، لكن انت اخوك بيسأل عليك واخوك مش هيسيبك وانت خاين للمغول. هنا طبعا جركوتاي وشه احمر واخضر وخاف على عيلته اللي هو ابنه وزوجته، ودخل معاها عند عثمان، وكان بيتكلم القائد ده مع عثمان بطريقه مش كويسه جدا، وفي النهايه هو عمل الغلط مع عثمان، وعثمان خلص عليه في الحلقه ال 175. هنا القائد جاب الهديه اللي كان جركوتاي صنعها لاخوه من حوالي 25 سنه او 30 سنه، فمسك جركوتاي اللي هو العقد وقعد يبص على العقد ويفتكر اخوه. هنا بقى اللغز، هل جركوتاي هيخون عثمان وهيخون القاي عشان خاطر اخوه؟ هنا جركوتاي واخوه يعتبر بران كانوا بيتكلموا ويقولوا انا خايف من اللي جاي، وبعت القائد قبل وفاته بعت رساله لقائد المغول. وللاسف هنا ايبالي كان جاسوس كبير جدا للمغول، وكان موجود في القبيله بتاعه عثمان. اللي حصل هنا بقى يا جماعه ان هل ايبالي هيطلع خائن لعثمان
وهيروح ايبالي هياخد مكان عثمان، وهيقدر يستولى على قبيلة القاي عشان خاطر يخلي قبيلة القاي تحت إمرة المغول. وهل هنا عثمان لما يحارب اللي هو الزعيم بتاع المغول ويطلع الزعيم بتاع المغول ده بنسبة 95% أو 90% ممكن يكون أخو جوركوتاي؟ هنا جوركوتاي هيعمل إيه؟ والواضح إن جوركوتاي بيحب أخوه جدا. المشكله ان ده مش اخوه في الدم، ده اخوه شقيقه. اللي كان اخوه في الدم هو جرقوط اللي مات على يد الزعيم بتاعهم من 25 سنه. وظهر واحد تاني اخوه في الدم وكان هربه جرقوطاي في وقت ما وبرضك راح لحاله. اما دلوقتي اللي ظهر اخو جرقوطاي اللي ظهر دلوقتي هو اخوه شقيقه. هل دلوقتي يا جماعه ايه اللي هيحصل؟ وهل ايبالي هيغدر بالقاي بعد ما شفنا في الفيديو اللي فات ان سنغورتكين ضحى بحياته اكتر من 10 15 سنه وفرق ابوه وامه وكان جاسوس للسلطان وكان اليد اليمين لقائد المغول؟ ولا ايبالي بيعمل نفس الموضوع وهو جاسوس فعلا للسلطان وهيقف مع عثمان؟ ولا الوضع غير كده؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعضنا ان شاء الله في الفيديو الجاي. وهنتكلم عن المغامره اللي هيعملها ايبالي، وهنتكلم عن المغامره اللي هتحصل مع جركوتاي، وهنتكلم كمان عن المغامرات بتاعه حليمه اللي هي ابتدت تحس بابوها وامها واخواتها في اخر لحظاتهم. لو عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصلكم مننا جديد. وانا اسف لو الكلام بتاعي فيه لخبطه في الاسم جركوتاي وجركوت والحاجات ديت، انا اسف اعذروني، بس انا بحاول اوصل لكم الفكره لان انا عارف ان ملايين من الناس بتبقى قاعده منتظره الحلقات ديت وعايزه تفهم الدنيا ماشيه ازاي. وانا فهمتكم قصه جركوتاي من اول ما كان في المغول وبعد كده دخل تحت امره صوفيا لفتره وكان بيحارب عثمان. يعني جركوتاي دخل تحت امره صوفيا لفتره ودخل بعد كده عثمان مسكه وكان هيحكم عليه بالاعدام، ولكن جركوتاي حس ان هو عايز يبقى مسلم ويبقى تبع محاربين عثمان وان هو معجب بعثمان، واسلم جركوتاي على ايد بامسي وورث جركوتاي السيفين من السيد بامسي. والسيد بامسي ده ليه قصه تانيه ان شاء الله هبقى احكيها لكم على انفراد لوحدها ان شاء الله. وبقي جركوتاي دلوقتي هو يعتبر اليد اليمين لعثمان بعد اعوام كتيره. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن شخصية تانية وهنتكلم عن المغامرات. كده وصلنا لنهاية الفيديو وهنختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.